ببادرة من صديقي الشاعر ريبر هكون، وإلا لم أكن آتي. يعني أنا تخليت عن الأمسيات الشعرية. الظرف العام أو الجو النفسي غير مهيأ صراحة. رغم ذلك سوف أكون ملتزما بما أقوله. أنا أسمي نفسي شاعر الحب في بلاد المهجر. أكون كطائرة ورقية، لا أعرف يوما بحجم تلك النفس حين تقترف تنتهي بنهاية المشاعر يوما تخونها الحياة وتسدل الستار بأصابعها الكاذبة وتلزم الصمت. يمكن للمرء أن يلوث الحب. أنا أحب. ماذا لو أحببت في حياة أقل نقاهة كجدول صغير يكاد أن يكون محظوظا في برهة ما، ولكن دوام الزمن في ثقل الريح والسماء سوف تتوقف الأعماق على أصوات الشارع والمجانين. تحدق عين بعين في خلوة، رموش لا تنتهي. كيف تتحرر من رغبة أسلفت لك باكرا الجميلة من وقتي؟ طالما عرفت تلك النشوة وهي تغار، لتكن أيها الماضي ولتقل كل ريحك المتأوهة هذا الأريج النازل مساء، وكل ما أراه وتراه أنت حين تختلف نظراتنا شعاعا أخيرا أتأمل الأرض وهي حية كما تصدع عند أرجل تمر بها، ترفعني صوتا يأتي من بعيد. سأجد الحب والأمل كما سقطا في البراري. كانت المياه تغمرنا في تبديل الحياة، ونحلم بأن ثمة شجيرات تلاحق البعد، تغطي الطين مسافة بعيدة، تناهز مرآة السماء. منذ أيام عديدة كل شيء حولنا هراء ممكن. كان جسدينا يمشيان حين يلقيان بظلالهما روحا لا مبالية يدفئها
خيال شارد برهة لي الآن كي أتنفس وحدي، ما عدت أرجو أن أكون كطائرة ورقية أو رسالة تمدها الضوضاء كجدوى شمس لا تطفئ زرقة السماء. تقدمت الحين جنب بخنا يا اخي، بخنا بشغله بخنا. تسمحوا لي بسؤال؟ تسمح لي بسؤال؟ أعجبني جدا الشعر، لكن مرت هناك جملة الحياة أقل نقاهة. أنا اعتقدت بأنها نقاوة، ولا يعني أحترم، لكن أريد أن أعرف أقل نقاهة. ما معنى نقاهة هنا؟ النقاهة هي الرياحة، لكن في جدول ماذا قلت؟ بعدين فينا نناقش هيك أمور، هاي أمور تضل أسلوب صياغة الكتابة. ما فيني أرجع لأنه ألتزم بالتقليد الكلاسيكي. الحياة تتغير والكتابة تتغير والشعر يتغير، كل شيء يتغير. نعم أحترم رأيك، لكن أنا أريد أن أعرف بأسلوب السريالية والواقعية الصحية. أقل هذا يعني شو بدي أقول لك؟ يعني عم برمز لدلالات معينة. يعني معنى في قلب الشاعر مثلا؟ يا أخي المعنى في قلبي وأنا أعرف ماذا أقول له وماذا أرده. تفضل أكمل. ابتسامة على كرسي بضحكات متواعدة سوف تهتز أقدامي برهة بهذا البرد. أنتظر موعدا، ثمة روح لدي تحلم أن السماء طاغية في لحظات سكر لها سوف تستغرق وقتا. حينما أرتب أفكاري الفاشلة نظري إلى الأعلى، ربما ليس لدي شعور الآن كيف يغدو النهر، أتنشق أنفاسه بجلب النساء وأنا راض. كيف يكون الكون؟ لكن ابتسامة على كرسيها كانت تكفي، تكون نغمة للحياة، لا تحتاج إلى جملة مضحكة، قبل مطروحة لأنثى لا تهرب مني. هل انتهيت؟ أنا بس بوجه نفسي مبارك. أنا بكشف لوحات رائعة. لسه ما خلص بعدين نحكي. انتهى تمام. إذا قصيدات دريش ورديش بيج كم؟ بس للأسف أحواق ندم. تخيل بك وكاسة جنبك حوايا طالما الشعر حديث تتخيل كل شيء بدك اياه. تخيل انت عم تشرب القهوه. وانا عايز نجوى كلاسيكي. تمام. عملت الشعر. تخيل ما تشتهي. شغف الموت والحياة. أنا حكيت
فقدت اللقاء، ما من أثر يتشابه عندما كبرت روحي في وقت لاحق، وضعت حياتي جانبا على التراب. كيف توطئ الشظايا أقدامها بين خصلات شعرك في صباح لقصر مضيء لن يتكرر على طيات الستار. ما كنت أحمله لك هادئا ولطيفا، لست متعبا، أرغب بشيء منك. وكيف ينطق لساني شيء يحدث من جديد بما هو سهل بالنسبة لي. ننشد معا بسهولة، لكن يختلف شغف الحياة بين رأفة من جليس ينتظر الموت إلى جليس حياة يؤمن بحقيقة ضائعة في الخراب. عندما يفتح نافذة له يدخلها الهواء في رؤية تعرف الرفض والقبول، من ألم إلى فرح. نتنفس هواء بعينين ليستا بسالبتين، تتركان الأحزان في أبد الشارع. لا بديل لضياء خفي، لم تكن السماء زرقاء. يشرق طقس جميل في ساعته، يتألق موت وتتألق حياة تارة. بيوت منتهية لا تخسر عمرا في جدران مليئة بحكايا قبيل صباح ومساء، للذين ينتظرون حسناتهم في حقائب مفتوحة على الشارع، كما يقولها اللسان من الجيد كنت أشعر أن الزجاج في بيوت الطين أذهب إلى الوراء بقدر متفرج على الحياة، وهناك من يصفع الآخر أيضا بشغب متناثر في أثر الأغصان. حين تبتعد عن عالم باطل لم أكن سوى متفرج بالنسبة إليك بين الضياع والحلم، أو كورق نبتة الملفوف أعرف أنها نبتة كروية كما الأرض. متى نضيع وقتا يبقى الشقاء نفسه، والكلام كبحر لا فناء، لأني
لم أرى الناس بفضول ولم أرسم خجلي من عالم آخر كشيء يضيء جزافا. حملت قبلة لشفتيك بهدوء. لو وددت ذلك النهار يجذب الليل معه، يجذب الليل معه، وتصعد الأيام بيني وبينك. أنا ما زلت أنثر على خديك وأنظر إلى نور أظنه وضعه. أو يقينا حين يلفك الليل بسلام حب اللاذع بعين. صمت رهيب. تعرف الأستاذ محمد ريفي قصائد شيخ. والله أنا صراحة كنت أحب أستمتعكم أكثر، بس للأسف الإضاءة غير كافية وأحيانا كنت أخربط يعني الوضع النفسي كل شيء ساعد. يعني نأسف جدا ونعتذر على هذا التقصير. على فكرة إلقائي أحسن من هيك بكثير. مع ذلك احنا استمتعنا بالإلقاء وبالمعاني وبالكلمات وبالأبيات بس هالشيء محسوب علي على فكرة. كل شيء محسوب علي. نتمنى انه منظر تاريخك يعني. كل شيء محسوب علي يعني. في عالم تابعني وكل شيء محسوب علي صراحة. في حضور أكثر من هيك، جاي إبراهيم قابا، جاي أهلا وسهلا. جاي أستاذ هيبة، لا في أكثر من هيك مجموعة كتاب وشعراء حواليك. كل شيء يعني لو تجمعهم في كذا ما بيجتمعوا. العفو شرف بوجود. بس أنا كضمنيا أنا ما أقنعت نفسي. بس أنا ما استمتعنا والله استمتعنا. يعني معلش بس احنا انت منحتنا فرصه انه نستمع لك يعني. احنا شرفنا صراحة أنا بحب أصل بنفسي أولا أو الآخر إلى الذروة، كما ذروة الحب. اكيد حقك ونعتذر عن هذا التقصير، لكن نشكرك جيدا انك نشكرك كثيرا انك اعطيتنا الفرصه ان نستمع اليك ولو في ظروف لا تناسب تاريخك المشرف. نعتذر. خلينا نناقشوا شوي قبل ما يقابل شريف ابو حسن. تفضلوا اكيد طبعا. هو حقيقه دخلني محمد بباب فتح الباب، فوتني باب ثاني وفتح الباب. يعني خلال ما عم يلقى الشعر انه ما شفت حالي اني انا رحت فتت بابواب وتسكر الابواب، كان دائما مفتوح. من كثر اللذه اللي انا حسيت فيه وعم يقرا، ويمكن ما كان حاسس انه عم يعطي شيء عظيم حقيقه. القاء الشعر بحد ذاته هو فن. في كثير كتاب كرد وعرب بيكتبوا الشعر بس ما عندهم اللغه، يعني ما عندهم خبره في الالقاء، وما عندهم هيك النغم، ما بيمتلكوا النغم حتى يقول الشعر. بس انت يا محمد حقيقه لاول مره انا طلعت على مدرج، اكبر مدرج بجامعه حلب هو مدرج الجاحظ. مدرج الجاحظ معروف بجامعه حلب. المدرج بالكامل مليان، وحتى على الممرات في عالم قاعدة وعالم واقفة وعمادة الكلية والدكاترة. يعني في شعراء حاضرين، فائز العراقي وعصام ترشحان الشاعر الفلسطيني كان حاضر، ويوسف طافش والد الممثلة المعروفة نسرين طافش، كلهم حاضرين. يعني صراحة أنا ما تلبكت بكل جرأة، وطلعت وقريت يعني عالم كثير استغربت يعني. بس في جانب أستاذي، في جانب أنا حكيت الجانب المشرق، بس الجانب السلبي بالموضوع إنه كل اللوحات اللي أنت قريتها مو كلها هيك مفعمة باللوحات الأدبية، في كلام عادي. أنا حسيت إنه حتى الشعر الحر، أنا ماني بشاعر، أنا بعرف، ولكن حتى الشعر الحر أنا أعتقد هذا الشعر بحاجة إنه لما أنت تكتب الشعر الحر، نزار قباني مثلا يكتب الشعر الحر، تشوف كل اللوحات
ويسكرها بالقافيه الادبيه الحديثه، حتى بالقافيه الادبيه. اكيد الشعر العامودي، الشعر النثري الى اخره. شعر صديقي بس انه كان في، انا قصدي انه كان في مشكلة على مو خاطر كلها قباني يكتب شعر تفعيلي ما يكتب شعر ايه حديث. المشكله. لا هو الشيء الشعر تفعيلي هو الشعر موجود. خليني اسالك السؤال مشان تاخذ راحتك بالجواب. لا جانب النقد أنا درست انتقد أدب عربي. انا انتقد وين؟ انه ما هي كانت كل السطور اللي قريتها، طبعا انت طغيت بطبيعه قراءتك عليها، خليتنا ندخل في غيبوبه، بس الواقع في شيء ثاني. بعد الكلمه كان طبيعي جدا، وانا فلان كان طبيعي جدا، مو كلها كانت هيك مفعمه بلوحات ادبيه عميقه. يا ريت في هذا الجانب هيك تعبيه كثير، كان في لوحات ادبيه رائعه، لوحات شعريه رائعه، فهذا هو الجانب النقدي. بس القائك رائع، قبل النقد. أنا عندي لوحات، إني فيني آخذك لمساحات عديدة، بس المشكلة مو هون، إنه أخلي المتلقي كمان يشوف فرصته. يعني مو معنى إنه أحيانا لما أكتب كلام عادي حتى أشوف متنفس للكلام عادي، بالنهاية أنا بشوف متنفس لنفسي، لأنه قديش ما تضخ صور عم تضخ معاناة. فالإنسان الشاعر بحاجة إلى راحة. حقيقة لم يتحدث أي شاعر عن هذه النقطة، وأنا أتحدى في شيء هو هاي الجمل المباشرة أو الأبيات، يعني الحكي المباشر، شو بنسميه الحكي المباشر، هو زي مثل ما قال الأستاذ إنه متنفس. إحساس الشاعر بيضخ دمه وروحه في القصيدة، بيكون هيك طلوع قوي لإحساس قوي، وبعدين بينزل شوي. هاي النزلة هاي بتعطي متنفس للشاعر، وبعدين يطلع بإحساسه. وهذا بنلاحظه كمان في قصائد نزار القباني، بتحس حالك إنك طالع نازل ويرفعك فوق ويضربك على الأرض. يعني هذا من الإحساس. أكيد الإلقاء وحده شغلة، الإلقاء عند الشاعر هو شغلة خاصة، يعني غير الشعر والكتابة. الإلقاء أنا أكتب شيء أشعر به وأتنفس منه. خلينا نوزع الحديث أحسن شيء. أنت عبد الله، ما بعرف اسمك. أنت فاطمة، عندك شيء تحكيه؟ تفضل. عندي، بس الصراحة الشعر أول مرة ما تقبل مني، قال لي هذا بقلب الشعر وخلص. آسف، مشكلته إذا ما تقبل، مو مشكلته. يعني أنا كنت حابة أفهم الصورة، حابة أفهم الفكرة، قلت لي هذا بقلب الشعر. لا هذا مو مباشر. أنا بدي بس أنا عندي سؤال ثاني. بس خلي بدها عندها سؤال. بس تفضل. كلها بدنا ننتقد، بس كنت نقد. لا طبعا هو من يقبل ما يقبل صفي مشكلة عنده. يعني طول عمرنا عم نقرأ الشعر، لكن لا تتاح لنا الفرصة انه مثلا نجلس امام الشاعر ويشرح لي صورة انا ما فهمتها مثلا. لما يتاح لي فرصة اكيد بحب انك تشاركني المعنى اللي بقلبك، علشان انا استمتع بكتابة. تمام. اول مرة انا بسمع هذا التعبير كزهرتي او كنبتتي ملفوف. توقعت بعدها يجي شيء يعني جدا جدا صادم، انه حتشرح لي ليش انت كنبتة ملفوف، انه حيجي وراها. لكن فقط انت ختمت ككرة الارضية او شيء من هذا القبيل. تمنيت لو انه تعمقت انت شو معناتك كنبتة ملفوف، او انت ممكن حضرتك هلا تشرح لي شو اللي كان المقصود، لانه اول مرة بسمعك صورة وحلوة عجبتني. بحب اسمع. تفضل. أنا لو انتبهتي للصورة كيف يعني أقارن نبتة الملفوف بالكروية الأرض، أو كإنسان لما من معاناة يلف على حاله، يلف على نفسه، يتكور كنبتة الملفوف، ينكمش كنبتة الملفوف. وعلى فكرة اللوحة حلوة كثير. نعم أنا قلت وخلت تكون لوحة واحد يعملها هيك. لكن الآن شكرا. يعني بدي أشرح لك إنه الحياة بشكل عام ديمومة، من فرح إلى حزن، من حزن إلى فرح،
ديمومة صيرورة الحياة، صيرورة الحياة. شكرا. بالضبط. لا فلسفة بس الزاوية. لا أنا أخاف في لمك يا بس أنا لست بناقد، ولكن لما شفت إنه هو أول ما بلش بدي أحكيها بالعربية العامية ومش بالفصحى، هو قاعد بمنطقة قاعد هو كان عم يحلم هو بكل شيء قاله ولا هو كان عايشه؟ اكيد أكيد بيحلم يعني. إنه مو معقولة واحد قاعد بالبرية والشظايا عم تطلع من خصيلات شعرها واخر شيء ينهيها بقبلة من شفتيها. انا هذا اللي ما قدرت استوعبه. انا يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. لا يحق للمتلقي ما لا يحق للشاعر. لا طبعا عم يطربنا، فمن حقنا نقول له صدقنا ضربتنا. انا فهمت شيء، الاستاذ ابراهيم، الانسه فاطمه فهمت شيء، حضرتك فهمتي شيء، انا فهمت هذا الشاعر وين كان؟ يعني كان قاعد برية حوالين الحسكه وقاعد هيك عم يسمع وشاف كل شيء ولا شلون؟ ما فهمت انا. بعدين نبتة الملفوف، نبتة الملفوف هي مشهورة بمناطقنا جدا. حلو انه هو شبهها بالكرة الارضية. ألقى بعض القصائد عليكم وعسى أن تروقكم وتسعدوا بها. شرفة حب. قد يغيب الناي في وادي الأسى عابرا يهوى التفاف الحرف حولي، فأنيني نغمة بين الموسيقى تنتشي صمتا على إيقاع طبلي، دمعتي زرقاء في قلب الخوابي، دمعتي تغفو على أحداق كهلي. شرفتي تنساب في جسر طويل عالق كالوهم من سهل لتلي، دائري بؤس هذا الكون شاءت الأحزان أن تحيا كفصلي، جامح كالنار أشقى في جنوني، عابق بالسحر أعدو مثل خيلي، شاعر للحب والإنسان، قلبي واحة غناء تغفو فوق سيلي، عبقري الحزن أحيا مثل جرح غابر كالأرض من قبل وقبل. تطوقني أغنيات الألم، تحاصرني مفردات القلم، فتمنحني خاتم الأخلاق وتخرجني من كهوف العدم. ترى هل أنا ظل ذاك المدى وشكل الأسى أم سليل الندم؟ لأني أحبك يا طفلتي، حياتي اشتعال وعشقي نغم، لأنك قلبي عبرت المحال، هزمت الرياح محوت السقم، ولي خلف كل الدروب ارتحال، ولي دمعتي كبرياء القمم، نزيفي لأجلك جرح الشعوب، وفي ثورتي عنفوان الأمم. أسير بعينيك الدروب تسافر، وتبكي حنينا للربا فتهاجر، إليك احتراقي لوعتي وقصائدي، فرات أنا للأخيلات وطائر، فينسل من جفنيك عشب وجدول، ويولد من جفني الشتاء المكابر. ألامس حزن الياسمين بدمعتي، وفي برعم الورد الأنيق مشاعر، وفي ساعة النجوى أضمك لحظة فتشدو أمانينا وتحيا البشائر، بصدرك تستلقي البحار صبابة وترسو المواني تستريح البواخر، تفكر أحزاني
بحزنك عندما يراودني صمت عميق وحار. جوقة جمر من أحرف يسري النسيم الهادي، نبعا يفيض بجوقة الإنشاد. ما عدت إلا جمرة تخفي الأسى، تخفيه حزنا في وميض سهادي. سدني بريقا أيها القمر الذي قد بات سجنا ضيقا لفؤادي. أدعوك يا قمر الغرام فأنت لي، أرجوك أن تشدو بقلبي الصادي. إني ضللت النور منذ عشقتها، فعرفتها تقسو كما الجلاد. وهنا على طرقات بيت حبيبتي أعلنت يوم طفولتي ميلادي. من أجلها هي ذي القصائد تنحني، من أجلها هذه الحروف تنادي. أنا نجمة حطت بصدر جمالها، وبضوئها ضاءت شموس بلادي. حررت حزن الدهر عبر صبابتي، ولفظته جمرا ونار رمادي. وبنيت صرح الحب بين قصائدي، ورفعت هام السحر فوق مدادي. ولذا ولدت مع الضياء كسيد أبني قلاع الحب من لا جهادي. الأرض تحيا باتحاد العشق في نبضاتنا في عالم الأضداد. إن اتحاد العاشقين قصيدة كبرى تهز ممالك الأحقاد. أدعو لإنسانية الإنسان أن يحيا النقاء يضيء كل سواد. لم يفتح التاريخ يوما صدره للعاشقين لغاية الإنجاد، بل كان دوما عابرا بمرارته للضائعين، وكان بالمرصاد. سيكلم الينبوع أعماق المدى عن كل مأساة وكل جماد، عن قهرنا المسكون في نبضاتنا وضياعنا بمتاهة الأوغاد. أنا ثورة للغارقين كآبة، أنا بلسم للعاشقين وهادي. سيكون ذاك العشق أعظم ثورة تشدو لها الدنيا بكل عناد. إني نصير الحب في زمن الدجى، ومناهض لخرافة الأجداد. أدعو لمجتمع طبيعي الرؤى، فبه نحقق حلم كل منادي. القصيدة الأخيرة عسلية العينين. عسلية العينين أنت المرسم، وقصيدتي هي لوحتي أنا أرسم. عسلية العينين عيناك المدى، عيناك فيه الليل يكبر يهرم. شفتاك في فصل الربيع شقائق حمراء في روحي، وخدك برعم. نغمات صوتك جوقة المطر الذي يخفو على البلور، حزني يرسم. في مقلتيك مدائنا مجهولة، عيناك سيمفونية تترنم. أنا باحث عن موطني وهويتي، عيناك موطن كل قلب يغرم. إني اتخذت العشق في لغتي، فمن عينيك كل الأبجدية معجم. من عهد قلقامش كنت مشردا، من عهد قلقامش كنت مشردا. عشتار تعرفني فتبقى تكتم، أنكيد يعرفني وسيزيف الفتى. نيرون يحرقني وروما تغنم، وطني الجبال ومهدي نيران الذرى. والحب ملحمة يرددها الفم. أنا مبحر في بحر عينيك الذي لا تنتهي، أمواجه تتضرم. قلبي بعينيك ارتدى قلبي بعينيك ارتدى عبق الربا.
فطفولتي في داخلي تتقدم، فرأيت نورستين تخفق في المدى، عشقا بعينيك النوارس تنعم، ورأيت أحلام الملايين التي يجتاحها الإعصار لا تتجهم، شهبي تعانق عشقها غرقا هنا بسفينة أشلاؤها تتحطم. يا للفرات يفيض من عينيك يا جبلية الأحزان، حزنك مفعم، أنا بالعيون متيم متأصل، ما كل من عشق العيون متيم، ما كل نخل يشتهي خيلاءه، ما كل قلب ينحني أو يندم، وأنا الدموع ببلع عينيك التي نحو البعيد تغيب، وعدا تقسم، في كل آذار أراك صديقتي بصقا يفجر جرحه يتبسم، أهدي بآلام الثلوج وعشقها، وأسير يتبعني اللئيم جهنم، فالسحر يهتف فيهما متألقا، والجاذبية فيهما تتبرم، بل وحدها عيناك تحمل عالما يخلو من الآلام، إني أزعم ما عاد حزني طيعا بل ثائرا، يا طفلتي ما عاد حزني يرحم، وكوردة أغفو بلمسك لي يدي، فيجف دمعي برعمي والميسم، يدك الرقيقة لامست جرح الشذا وتحولت نبعا فمنها زمزم، عيناك نافذة الحنين إلى الصبا، وملاذ عيش خالد لا يعدم، وملاذ روح الناسكين جميعهم، ونشيدهم فطقوس سحرك فيهم، سيبان آرارات جودي في دمي، في كل عصر لوعتي تستفهم، في كل جرح غابر جرحي أنا، وقلاع عشقي كلها هي دمدم، عشتار هل أنت الخلود بعينه، ونهايتي مثل القصيدة تختم. شكرا لكم. بس شكرا لك سيدي ريبر. القصيدة الأخيرة حقيقة القصيدة الأخيرة كانت مميزة جدا. الأولانية شوف أسلوبك هو أسلوب صوفي، حتى إلقاء طبيعة الإلقاء أسلوب صوفي، يعني أنت متأثر بالتصوف، تصوف الإشعار بالتصوف، تأثير مباشر. القصيدة الأولى ما كانت هيك عميقة كثير، كانت مجرد، بس الأخيرة كانت رائعة. هو التناغم والتمازج بين الفكر أو الذاكرة الكردية والتاريخ الكردي والأشياء اللي لها علاقة بالفلكلور والوجود الكردي مع قصيدة صوفية. طلع أنا بسميها الأسطورة حقيقة. شكرا كثير. هاي القصيدة كانت روعة. أسلوب المشرق، أسلوب النقد، يعني أو جانب النقدي في الموضوع، هو أنت أنا حسيت أنك أنت عم تقلد نزار بإلقاء الشعر مثلا في القصيدة الأولى، نفس النبر، طبيعة إلقاء القصيدة من الطبقة الأعلى والطبقة الأعلى منها والطبقة الأثرية قريبة جدا من النزار، تبني على فكرة، وكمان القافية أنا شفتها زيادة، يعني هي فكرة القافية. أنا يعني من عشاق الشعر الحر، ولكن هذا لا يعني أن لا يطربنا القصيدة القافية، كان نوع من القافية، لهيك أنا حسيتك بالفعل أمامي أبو نواس. أبو نواس فيك أنت، أنا هيك يعني أنك أنت تخرج من منطقة أنك أنت مو قضية تقليد، أنك تكون شبيه لغيرك، أنك أنت أسلوبك رائع، بس أنت عم تحاول أنك أنت تعطي لنا نحن عم نسمع أنك أنت شبيه لغيرك، كأنه نزار على طبيعة كتابية. إيه محمود درويش، لا نزار، خاصة نزار. محمود درويش له أسلوب جداري خاص، تلاقيه هيك طالع على الجدار، دايما على الجدار. لا هو أسلوبه يطالعك ينزلك، يعني بيخليك تروح تغمس، لكن كأنه أسلوب يعني مو من التقليد. حسيتك. أما الكتابة حسيت إنه بعض الفقرات كانت أبو نواس خالص، فأنت فيك تخلص حالك من هالشيئين، يطلع عندك روح خاص فيك أنت، روح الربا. هو القصائد كتبتم بمراحل الجامعية 2007 قديما، وبالنسبة للإلقاء يعني
وهذا إلقائي. إذا بيشبه حدا فبيكون مصادفة وليس تقليد. أنا ما ببالي قلة حدا يعني. ولكن هذا اللي طلع معي هذا الرأي. بس أنا أحيانا بلقي بشكل هادي، بس حسيت إنه بقى الجمهور بيحب شيء مرتفع، بيحب الشيء الجمهوري، فعملت هذا الإلقاء. بس بالعادة أنا ما بلقي بطريقة عفوية وأقل حدة. وأنا قرأت قصائد عمودية. هذا الديوان فيه 3 أنواع من الشعر، فيه التفعيل وفيه الحكم. بس ما بعرف جاء على بالي اقرا عمودي، يمكن تاثرت بمحبتي للاستاذ عمران، فقلت بدي هو ميزان. اذا قال لي انت اسلوبك امورك تمام فاوكي، انا بالنسبه لي اكون سعيد. هو يعني. التاثير باين، تاثير الاسد باين مباشره على الالقاء القصائد. انا لاحظت اذا اقرا له القصائد الحره ممكن ينام يعني. هو اخذ جرعه منوم من محمد رفيق وياخذ جرعه مني بينام مباشره. انا قلت اليوم في كلمه صغيره: من كثر الكلمات يا ريبر أضعت الهوى، وفي يدي الأصفاد والفم، في ظل متاهاته الجامش إلى عيون الهوى كهوف الزمن الندم. جزاك الله يا صديقي، أضعت الطريق في شيب وهرم. لا هو القصيدة الثانية كانت معبى. القصيدة الثانية كان معبى عبارة عن معلومات تاريخ، فلكلور، أدب كردي، له علاقة هيك بالشخصية الكردية التراثية. كانت رائعة. كان هي لازم تكون هي في بداية الديوان، لازم تنصب الديوان وينصب الديوان لهذه القصيدة. نعم تسمحلي، أنا أوافق الأستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا. القصيدة الأولى كان فيها يعني بعض الجمل المتداولة اللي نحن تعودنا نسمعها. القصيدة الأخيرة كانت كثير يعني فعلا إنه حلو، واحد بيتشوق يسمع اللي بعدها. ولما كنت عم تحكي عن من خاطب إنسانية الإنسانية من عندي لقاشة مشرده، أنا بالأول ما فهمت بلسان من تتكلم، لا لسان العاشق، لسان الكردي، لسان الإنسان، ما كنت فاهم. لكن الأستاذ وضح إنه كان عن الكردي. هو معلومات كردي، بس هو مسألة إنسانية حكاها يعني عمل تمازج بين الإنساني والكردي حالات. يعني الإنسان هو المشرد من عهد يعني هذا. نحن لازلنا مشردين من قلقامش اليوم، مشردين لازلنا مشردين. حقيقي يعني مشرد. أنا بوصل لك بالعشاء، لازلنا مشردين ابتداء من الأمازيغ وإلى الكرد. في عبارة أنا ما فهمتها، سيبا أرارات. طبعا جودي أرارات هي جبال في كردستان، بتكون جنوب شرق تركيا. بس جبال حلوة يعني كبيرة. فهي جبال عندنا عجبني كثير. أنا من عشاق اللغة العربية، في البحر. أنا العربية عنده طاقة. أنا أدب عربي، درست أدب عربي السنة الرابعة، ما قدرنا نكمل بسبب الحرب. في هذا الديوان صراخات ضوء له خصوصية عندي يعني. هذاك الوقت سن الشباب الأول يعني كنا نميل لهيك نوع من الشعر. لا اللغة العربية ما عليها أي جدال. أنا الحمد لله طبعت الكلمات بالكامل، ما في عليها أي نقاش. لغة جميلة جدا اللغة العربية. بس يعني مدخل القصيدة الثانية الكل أجل إنه القصيدة الثانية كانت أحلى، بما إنه دخلت التاريخ مع الأدب مع الوطنية مع يعني عملت على كافة الأوتار ما شاء الله. كثير كانت حلوة، وعم تلفظ الكلمة هي اللغة العربية الفصحى لكن تنطقها بالعامية. بنكهة عامية عادي بس إلقاء. شعر بحب هيك، شعر بحب هيك. حبيت أول ما بدأ قبضة قبضة يدي مشدودة. جميل صحيح. لما كنا نسرق التوت من جيراننا ما نفلت القبضة على طول، بدنا نخلصها وناكل. شعرنا كان يسرق التوت معلش؟ كان يسرق، كلنا سرقنا التوت. ليش مين فينا كأكراد قامشي والحسي كمان ما سرقنا التوت؟ ريبة الكردية، القصيدة الكردية من هدول اللي بتوصلنا على قامشلي ويطلع فينا. تمام. شروكة ولا تركي. الكردي لا. ما راح نفهم فيه. للأسف ما راح نفهم. يعني قر أو سرو كوچا خكر
قلوي بيني حزر سرك أم أو قلي كردي رسن خوينا ما فران ديروك قر أم نبن دولة هيز قر هل ندن آلا بروك جينا موي بيوا تبا آزادي وي ببا چيروك واري بدو جينا ميا پایتختا قمری و کبوک دابیر و بابیر و باب از برکرن او ما کوکوک الله انا احتج وانا لا افهم. لو بس احتج والله انت قلت الله يعني وصلك المعنى ترجم لنا يعني وصلك. طيب هو عن شو بدي احكي يا رب؟ انتم هون ترجمين هي الترجمة هذا إلكترونية يعني صرفات الضوء يعني عم بقرأ نفس القناة اللي قرأت لكم إياها يعني المعنى واصل المعنى واصل يعني أنتوا عم فهمانين نفس القصائد اللي بصرفات الضوء مترجمة النسخة أي نسخة الكردية هي النسخة الكردية قال هو قال بين الشظايا وفي نيران قاضي فيها أطفالنا والثكالى مزيكات إرباوية الكردي يقدر يعطي الروح نفسه الكردي نفسه يعطي الروح نفسه باعتباري أنا كاتب القصائد فأنا فيني يعطي الروح نفسه نفس الإحساس أنقله للغتي بس الترجمة ما بتصير الترجمة لا صح وعملها نفس الروح يعني عاطيها نفس الروح. أنا الترجمة بتضيع إحساس لا أحب القافية قافية بس أحيانا يكون الشعر هيك يجذبنا نستمر. ريبر عنده أسلوب رائع. يلا ريبر. بيلا زانينه بباقي أبينه بخملة هبون أمي چه بكن بينجها زانبون ديجي طارية قول پرستن قريج بهر آوائي بشكين آسيبون جواكار و ناوش خدين الخبير لسر ملي و بيورا داينه جمال باته بگرن ريا آواهي بخندن و كد خوش بكن بيجينه چقاس باري وندابونه زحمتا دما هم جبيركن ريا زاغونه أبا رستا من ريچا هستن شيار جئي شك بنتي جخمگينيه أبا هيزا زانياريه گر أبا وهرشين ببن بخچين هاينه وهرشين ببن بخچين ماشي مثل وسهر الشيء والله ما بيجي مش كلمة الجبل خونا منتو دل برامن ترگولا روبار و دشتن خوشوینا منتو یار شاهیا آهنگ و ججنن تو دیرو ککته دو خندن لیهبونا جینا گلن دستره بلبل برمن دنگی وی آوازا جنگان او بهارا آزادیه بو گرستان زاروکن یار به دنگ توکانی مای کوچ بر دیلا کونان آورن تا آوازا بین رندکن چا بنت باران سنگات دریای شیرین آشتی دانیل جیهان البروي از پرمستو گیجم را دکر وینیا ازمان هر دو سیون تلهینا شنکرن پرور لجیان ام جهورا بون دمصل بون هابین و زوستان تو گیانا رج آبایی افرینو دیری کوکوبان تو زمین دلداری آسیمانا اولو چوکان سيداية ريج أسلوب تصوفه